تعال اقول لك بقى ايه هي البدائل الامنه للبنادول بالنسبه للست الحامل. اي مسكن تاني موجود في الصيدليه غير البنادول، سواء بقى هو البروفين الكاتافاست او اي مسكن تاني موجود في الصيدليه، فهو للاسف ما هوش امن، لانه بيعمل بيقفل حاجه اسمها الدكتس ارتريوتس، اللي هو الجنين اصلا هو لسه في جسم امه بياخد الدم بتاعه من امه عن طريق المشيمه، فالوصله اللي بتجيب الدم من المشيمه للجنين هو بيقفلها. فبالتالي على حسب بقى في الشهر الكام، يا اما الجنين هيموت او هيطلع عنده تشوهات خلقيه، لان ما بياخدش الدم بتاعه من امه. فاي دي المسكنات اللي موجوده، اي مسكن موجود في الصيدليه غير البنادول بيعمل كده لو الحامل اخدته. فعشان كده مفيش اي مسكن بيتاخد غير البنادول. وبالنسبه بقى للابحاث اللي هي بتقول لك ده هو بيعمل توحد او كلام من ده، الابحاث دي اصلا لسه هي كانت معموله على الفئران، ما اتعملتش على البشر. لا بص، على تفاصيل اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت، وان هو اصلا السيستماتيك فير اللي هم بيستندوا عليه هو ما هو الا مجرد اصلا بقول لك ان هم كلهم كانوا بياخدوا بنادول، وطبيعي ان هم كلهم ياخدوا بنادول لان هو الدواء الوحيد الاكثر دراسه والاكثر امان بالنسبه للحمل. هو حتى الاف دي تقرير الاف دي اللي طلع، هو هتلاقيه ظاهر معاك دلوقتي، هو بيقول لك ان هو ما تديش اي دواء غير الباراسيتامول اللي هو الاستامينوفين، وباقل جرعه ممكنه ولاقصر فتره ممكنه، لكن قال لك ما تديش ادويه تانية غير الباراسيتامول. التقرير ده سيبه في التعليقات تحت لو حد عاوز يقراه. هو ما فيش قدامنا حل تاني غير ان احنا ممكن نستعمل حاجه زي التترا هيدروك النابينويد اللي هو الحشيش او الافيون، بحيث ان هو يسكن الم وتبقى الام مدمنه. سلام.